من بين المعايير او من بين مرجع لان كان فيه مردود جيد حتى في الحاله الدفاعيه. منتخبنا كان فيه تناسق. لازم نتكلموا كذلك على اللاعب زروقي، بين زروقي واللاعب بن ناصر في بعض الاحيان شفنا بن ناصر، انا تكلمت لك في الشوط الاول كان فيه بعض الريتم من بن ناصر، زروقي في الشوط الثاني حتى ساعد في بعض الحالات، في الحالات لكن دائما فيه سلبيات يوسف اللي تخلينا ان شاء الله نصحوها وباش ندخلوا الدوره بقوه ان شاء الله. طيب من بين الايجابيات هذا الرجل الذي نشاهده باناقته وبما نشاهده صفروا يعني عند تسديد ضربة الجزاء، شعرنا قبل ما يسدد أنه راح يسجل الشيخ حسين ياحي. صحيح أخي يوسف، لما يكون عندك لاعبين ذوي التجربة في أوقات في أي وقت ممكن يسجل لك، كل مرة نلقاه حاضر بأهدافه الجميلة ولا ضربة الجزاء. طيب استسمحك الأولوية دائما للمباشر. سيف الدين يحضر معي لاعب ومهاجم حاج موسى أنيس حاج موسى. C'était en première mi-temps c'était équitable entre les deux équipes, mais en deuxième mi-temps c'est l'Algérie qui a fini à s'imposer. Ouais, première mi-temps on a évalué le jeu de l'adversaire. On était un peu sur le reculoir, ça veut dire qu'on analysait et tout. Et en deuxième mi-temps, alhamdoulilah, on a réussi à prendre le jeu à notre compte. Et alhamdoulilah, c'est très bien passé et on a marqué 2 buts, alhamdoulilah. Êtes-vous satisfait de votre performance aujourd'hui, non? Ouais, je suis satisfait de ma performance et c'est grâce à l'équipe aussi. Parce que sans l'équipe, je peux pas jouer comme je joue. Donc je suis très content de moi et surtout de l'équipe parce que c'est grâce à eux si je fais un bon match aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Good luck. Merci. فيها هي الهجوميه من الجهه اليسرى. في العموم يوسف فيه ايجابيات هنا لما يكون عندك مجهود فردي، لما تشوف هنا المجهود في الهدف الثاني مثلا المجهود الفردي في خدمه المجهود الجماعي. نعم، والشيء الايجابي ربما راح يشاطرني الشيخ فراي هو المتابعه للكره من بلغالي في الكره الثانيه، يعرف كيفاش يرجع الكره ويسجل. اعتقد انه الترويض باليمنى والتسديد باليسرى اشياء جميله جدا تحسب للمنتخب الوطني. شيخ حسين يحيى حتى نختم. نعم، الفوز اليوم مهم جدا ومستحق وكذلك مفيد. شفنا في الشوط الثاني مغاير تماما، طلعنا الريتم، كاين سرعه في اللعب، تمريرات، وكذلك الفرديات لبعض الاحيان اللي شو يقولوا بعض الأحيان اللعب الفردي هو اللي راح يفيد اللعب الجماعي. على كل نتمنى موفقة إن شاء الله للمنتخب الوطني الجزائري في المنافسة الرسمية مثلما كانت موفقة في هذا التربص الذي فزنا فيه على زيمبابوي ب3-1 وفزنا اليوم أيضا على المنتخب السعودي ب2 دون رد وأداء مقنع بالنسبة للخضر. على كل نتمنى موفقة إن شاء الله في المنافسة الرسمية. شيخ حسين يحيى شكرا جزيلا لك. راح نقول لك الشيخ آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك اشتراك في القناة ليصلكم كل جديد عن أخبار محترفي المنتخب الوطني الجزائري. سلام.